حكاية أبشع جريمة غرق في البحر الأحمر. عبارة السلام 98 بلا سلام. يوم الخميس 3 فبراير 2006 على الساعة 9 وشوية كده حس ركاب عبارة السلام 98 إن في حاجة مش مظبوطة بتحصل في السفينة، وفي ريحة دخان طالعة مش عارفين منين. شوية والكلام بدأ يتردد إن في حريق في واحد من التكييفات، وابتدى موجودين في السفينة يحاولوا إنهم يساعدوا في إطفاء الحريق ده لمدة عدت ال3 ساعات كاملة، لكن من غير فايدة. تقريبا كل الناس اللي كانت موجودة في الكباين تحت اتحرقوا، وابتدت السفينة تميل شوية بشوية، والناس ما بقاش قدامها غير حل من الاتنين، يا إما إنهم يرموا نفسهم في البحر وهم ونصيبهم، أو يفضلوا في السفينة اللي بتتحرق وهتغرق. وحتى الأمل الوحيد اللي كان عند الركاب بإن الموضوع مجرد مشكلة وهتعدي اختفى تماما لما عرفوا بهروب كابتن السفينة في قارب لوحده. إيه بقى اللي حصل داخل عبارة السلام 98 وصلنا كلنا للكارثة دي؟ الأخبار الرسمية بتقول إننا بنرجح فرضية حدوث عطل بأحد محركات العبارة أو سوء الأحوال الجوية وراء ارتكاب الكارثة، وخلينا ناخد الاحتمالات دي واحد واحد. لو فرضنا إن عطل حصل في المحركات، طب ده إزاي يحصل؟ والمفروض إن أي عبارة بتطلع لازم بيتعمل عليها كشف سلامة قبل الخروج، ولو السبب عطل فعلا، طب ما السفينة خرجت من ميناء ضبا السعودي والعطل أو الحريق ابتدى قبل مرور أقل من ساعة على الإبحار، فليه القبطان كمل ومرجعش؟ البيانات الرسمية برضو بتقول إنها كانت بتحمل على متنها 1389 شخص، بينهم 100 سعودي، في حين إن مواصفات العبارة دي مش المفروض إنها هتحمل أكتر من 1170 شخص، لكن اللي حصل إنها طلعت ب 1400 شخص غير العربيات والنقل التقيل اللي كان موجود جوه العبارة. خلينا برضو نبص بصة سريعة على تاريخ العبارة دي وتاريخ صاحبها. العبارة دي بيرجع تاريخها لسنة 1969، اتصممت في إيطاليا وأطلقوا عليها اسم بوكاشيو، وكانت بتستخدم في الرحلات البحرية المحلية، وفضلت على الحال ده لحد سنة 91 لما اتطورت عشان تشيل عدد ركاب أكبر، وبعدها ب7 سنين اشترتها شركة السلام لصاحبها ممدوح إسماعيل، واللي غير اسمها لعبارة السلام بوكاشيو 98. ممدوح إسماعيل اللي أهالي الضحايا كانوا مصممين إنهم ياخدوا حقهم منه. طب إن كانت السفينة غرقت قضاء وقدر، هو ذنبه إيه؟ ما هم مش شايفين ان الموضوع قضاء وقدر. ومن الشواهد اللي بتدعم كلامهم ان شركة السلامة اللي منحت العبارة تصريح على صلاحيتها للسفر هي نفسها واحدة من الشركات اللي مملوكة لممدوح اسماعيل. ومش بس كده، العبارة اساسا مش المفروض انها تبحر اكتر من 20 ميل في البحر، وطلعها ممدوح اسماعيل للسفر مسافة اكبر من 100 ميل، وهي عليها اكتر من الطاقة اللي المفروض تمشي بيها في الظروف العادية. ده غير انها كان المفروض تتكهن اخر 2006 وما تطلعش البحر تاني، وده اللي زاد من شكوك اهالي الضحايا ومحاميهم ان الحادث مدبر عشان يتصرف للشركة مبلغ تعويض كبير، خصوصا انه زي ما قلنا كان يقدر يرجع السعودية ومرجعش. واللي كتير ما يعرفوهوش الناس ان دي مش السابقة الاولى لممدوح اسماعيل، وانه عنده اكتر من سفينة غرقوا قبل كده بنفس الطريقة ولنفس السبب اللي هو صرف التأمينات، بس المرة دي فلتت شوية والموضوع قلب قضية رأي عام. ورغم كده الأحكام ما جاتش مرضية لأهالي الضحايا ولا حتى التعويضات. كل واحد خسر أب أو أم أو أخ أو كلهم اتصرف له 50,000 جنيه تعويض. وممدوح اسماعيل واللي معاه أخدوا أحكام بالبراءة أول مرة وحكم حبس 7 سنين في الاستئناف. وطبعا الحكم ما تنفذش لأن الباشا كان هرب بره مصر من قبل ما تبدأ محاكمته، طار على بريطانيا، وبريطانيا تحديدا عشان مفيش بينها وبين مصر تسليم للمحكوم عليهم. يعني تقدر تقول كده ان الخاسر الوحيد في الحكايه دي هم اهالي الضحايا. وحتى الناجين اللي قضوا ابشع ليالي في حياتهم وصلت ان بعضهم قعد 3 ايام بحالهم في البحر مش عارف هو هيموت غرقان ولا سمكه قرش هتيجي تاكله، بعد ما طاقم الانقاذ المصري اتاخر 15 ساعه بحالها بعد الحادث عشان يبدا في التحرك. وحتى لما وصلوا اكتفوا بانهم يرموا قوارب انقاذ. القضيه دي عدى عليها اكتر من 17 سنه، بس لسه كل الناس فاكره تفاصيلها كانها امبارح. اعملوا لايك وشير للفيديو عشان اللي نسي يفتكر. ولسه اهالي الضحايا مستنيين حق اولادهم اللي لو ما جاش في الدنيا فاكيد هيرجع في الاخره.